مساء الفل او صباح الفل يا شباب. طبعا، انا بقول تاني وبكرر تاني، اصعب فترة عليكم هي الفترة دي. انا عارف وحاسس بيك. وناس كتير منكم بدأت الفترة دي تخاف وتحس ان الدروس اللي بتاخدها حرام، وتحس ان هي لازم تكسم السنة وان الدنيا بدأت تضيع منها. انا قلت لك كذا مرة الفترة دي هي الفترة الفيصل اللي بينك وبين حلمك. الفترة دي لو قدرت تعديها كويس هتعدي وتوصل لأحسن حاجة. ما قدرتش تعدي الفترة دي هتبقى فترة للأمانة، هتبقى ضيعت مجهود من شهر 8 دروس. حتى لو انت شايف ان انت قصرت، مفيش حد ما بيقصرش، كلنا بنقصر ومفيش حد بيقدر يعمل شغله تماما. بس حرفيا لو الفترة دي بدأت تركز، انا بقول لك ركز على الجديد، انسى دلوقتي القديم. القديم هيتراجع كله في المراجعات. دلوقتي زي ما بقول لك فترة ان احنا نركز في كل حاجة دي بناخدها. انت مشتت نفسك. في ناس كتير دلوقتي بدأت تحس لا ده انا نسيت الابواب الاولى، ده انا مش عارفه، ده انا مش عامل، ده انا الماده خلاص وجعت مني، ده انا ضايع، ده انا مش احسن حد. يا ابني الاحساس ده مش عندك انت بس، الاحساس ده عند كل الناس. حتى لو انت قصرت فالفتره الجايه، تركيزك في الفتره الجايه صدقني بالسنه كلها. بقولها لك كذا مره، بلاش نفكر في الجسم خالص الفتره دي. اتعب، لان السنه انت شايف ان السنه ممله وسنه متعبه ومش محتاج ان انت تعيدها تاني وتكررها تاني. ركز في الفترة دي في كل حاجة جديدة بتاخدها. بتاخد زي ما علمتك، قلت لك بتاخد في الأحياء بيولوجيا، هتذاكر بيولوجيا. في الكيمياء عضوية هنذاكر عضوية. في الفيزياء حديثة هنذاكر حديثة. لو أنا خلصت كل الجديد اللي عليا، بحيث ان انا ابقى ماشي مع المدرسين في امتحاناتهم، لو اتبقى وقت اجيب حاجه قديمه، حاجه انا ما ذاكرتهاش. انا في المناعه ذاكرت مثلا الدرس الاول وسبت درسين، مش وقتهم دلوقتي. انا بقول لك مش وقتهم دلوقتي. ركز دلوقتي، لان انا عارف ان الفتره دي نفسيتك بتبقى صعب تعبانه. يعني اكتر فتره مؤلمه، احساس مؤلم بيبقى في الفتره دي. ارجوكم ارجوكم حاولوا تعدوا الفتره دي. الفتره دي عدت صدقني هتوصل وهتجيب مجموع عالي. وافتكر كلامي، هي اصعب فتره بس نعديها مع بعض. وفي المراجعات الدنيا كلها هتتظبط باذن ربنا. يعني كل المدرسين بيجهزوا لك مراجعات محترمه جدا وكويسه جدا، بحيث تظبط لك الماده حلو خالص. ربنا يوفقكم يا شباب. مش هطول ولا بحب ارغي في الكلام كتير، بس انا هبدا في حصه النهارده على طول. تعال نبدا في حل كتاب التفوق، عشان كده الدرس يبقى اتظبط من كتابين، الامتحان والتفوق. وطبعا هتلاقي حتى في الخطه بتاع الشهر الجديد هتلاقي حل كتاب التميز كمان. عشان كده يبقى البيولوجيا اتحلت من 3 كتب، وده رقم مش قليل على فكره. عدد الاسئله اللي اتحلت هنا كويس جدا، غير الكم الكبير اللي هيتحل في المراجعات باذن ربنا. يعني يلا نبدا في الحصه. اول سؤال هنا بيقول لك اي الكائنات التاليه لا يحتوي على تركيب موضح بشكل. ايه التركيب ده؟ ده دي ان ايه ملتحم الاطراف. لو انت ركزت كده ملتحم الاطراف. هل ممكن الاقيه في البكتيريا؟ طبعا البكتيريا الدي ان ايه بتاعها ملتحم الاطراف. هل ممكن الاقيه في فطر الخميره؟ ما عندها بلازميدات صغيره ومدوره، والبلازميدات بتبقى ملتحمه الاطراف، دي ان ايه ملتحم الاطراف. هل ممكن الاقيه في الاميبا؟ ممكن الاقيه في الميتوكوندريا بتاع الاميبا، فممكن الاقيه في الميتوكوندريا بتاع الاميبا. هل الاقيه في البكتيريوفاج؟ لا، لان البكتيريوفاج الدي ان ايه بتاعه بيبقى عامل كده اهو، دي ان ايه كده اهو بالمنظر ده، بالشكل ده دي ان بتاع البكتيريوفاج. لكن دي ان ملتحم الاطراف ده الاقيه في بكتيريا ايكولاي، الاقيه في فطر الخميره البلازميدات صغيره ومدوره، الاقيه في الاميبا في الميتوكوندريا، لكن طبعا ما لاقوهوش في البكتيريوفاج. السؤال الثاني، كم عدد الفوسفات الحره في الدي ان ايه في كل من فطر الخميره؟ في جزيء الدي ان الواحد في فطر الخميره 2 فوسفات حره طليقه، لان انت عارف ان الخمسه 3 و3 5، في خمستين يعني في فوسفاتين حرين طليقتين. وبكتيريا ايكولاي صفر، لان البكتيريا بيكون الدي ان بتاعها ملتحم الاطراف، تلتحم نهايتها معا، فكم فوسفات حره طليقه؟ صفر. يبقى الاجابه هتبقى 2 و0، يبقى الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده جايب لك دي ان ايه ملتحم الاطراف برضه، بيقول لك ما الذي يمكن استنتاجه حول نوع الكائن الحي الذي يحتوي على هذا الشكل؟ هل ده احد الفيروسات؟ غلط، لان الفيروس زي البكتيريوفاج الدي ان بتاعه بيبقى عامل كده اهو بالشكل ده. هل احد حقيقيات النواه؟ ممكن يكون جوه الميتوكوندريا او جوه البلاستيدا، فدي ممكن تنفع، فدي تنفع نسيبها دلوقتي، دي صح. هل احد اوليات النواه؟ الدي ان بتاع البكتيريا كده اهو ملتحم الاطراف. هل قد يكون هي دي قد يكون احد اوليات النواه او حقيقات النواه، لان حقيقات النواه دي اللي جوه الميتوكوندريا والبلاستيدا بيكون زي بتاع البكتيريا ملتحم الاطراف، فممكن يكون اوليات نواه او حقيقات نواه. 4، تحتوي خلايا اوليات النواه على دي ان حركه حره في السيتوبلازم. اللي هي البلازميدات صغيره ومدوره موجوده، فدي ان حركه حره في السيتوبلازم. ينتشر الدي ان البكتيري في جميع انحاء الخليه. غلط، بيشغل منطقه نوويه تقدر بعشر حجم الخليه، هو مش في كل الخليه طبعا. يبقى العباره الاولى صح والثانيه غلط، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى رقم ج. الصوت من الشكل المقابل يختلف التركيب 2 عن التركيب 1 في انه 2 ده بلازميد، 1 ده الدي ان الرئيسي بتاع البكتيريا، بس المفروض كان يخليه يتصل بالغشاء يعني.
ده الدي ان ايه الرئيسي. بيقول لك لا يتعقد بالبروتين، الاثنين لا يتعقدوا بالبروتين، هو عايز يختلف، فالاثنين زي بعض غير معقدين بالبروتين. يتكون من 4 انواع، الاثنين فيهم 4 انواع من النيوكليوتيدات اللي هم الصاجات. لا يحتوي على مجموعه فوسفات، ده ما فيهوش وده ما فيهوش، هنا صفر وهنا صفر، فدي برضو غلط. يمكن فصله، هو فعلا البلازميد ده نقدر نفصله من الخلايا البكتيريه دون موتها، لان دي قلنا جينات اضافيه، ده جينات اساسيه لو اتشالت تموت الخليه، لكن دي لو اتشالت ما تموتش الخليه، عشان كده العلماء حبوها وعشقوها واستخدموها على نطاق واسع في الهندسه الوراثيه. السؤال رقم 6. ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. اي رموز التاليه تشير الى اماكن وجود الحمض النووي دي ان ايه في خليه بنكرياس خنزير؟ الخنزير هلاقي عنده دي ان ايه في حتتين، لا اما دي ان ايه نووي جوه النواه، لا اما دي ان ايه ميتوكوندريا جوه الميتوكوندريا. بس ده اللي هلاقيه في الخنزير. طبعا عين هو الميتوكوندريا وصاد النواه، يبقى صاد وعين. طب في خليه من اوراق الفوجير ورقه، الورقه والفوجير الاخضر يعني عنده بلاستيده خضراء، فهلاقي عندها دي ان ايه في النواه، وهلاقي عندها دي ان ايه في الميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا ده في كل الخلايا الحيه ما عدا طبعا البكتيريا ما عندهاش ميتوكوندريا، وهلاقي في البلاستيده الخضراء كمان، في البلاستيده الخضراء. يبقى 3 اماكن، يبقى هلاقي في عين وصاد ولام دي البلاستيده، يبقى صاد وعين ولام اللي هي الاجابه د. لا لا يتطابق الدي ان ايه الميتوكوندريا الخاص بك مع الدي ان ايه لاختك، لا هو كده كده انتوا واخدين الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا من الام، فانت واخواتك زي بعض، فهو بيتطابق مع بتاع اختك وبيتطابق مع بتاع اخوك وبيتطابق مع بتاع امك، لكن ابوك لا، لان انت واخده من الام من ماذر اونلي بتاع الميتوكوندريا، فهو الميتوكوندريا اللي مديها لك امك كلهم واحد، سواء انت او اختك او اخوك كله نفس الدي ان بتاع الميتوكوندريا، يمكن تختلفوا مع بعض السيكه في الدي ان بتاع النواه بسبب التنوع الوراثي، لكن الدي ان بتاع الميتوكوندريا هو من المصدر كلكم زي بعض. يمكن رؤيه التركيب الموضح، ده الكروموسوم، احنا عارفين ان الكروماتين يتحول الى كروموسومات عند الانقسامات، يبقى عند انقسام الخلايا البشريه. طبعا الخلايا البكتيريه غلط لان هي ما عندهاش كروموسومات، عندها دي ان بس، والتضاعف غلط، احنا قلنا بتتحول الكروماتين الى كروموسومات عند الانقسامات، يبقى انقسام الخليه البشريه. السؤال اللي بعده، ما الذي يمكن استنتاجه حول نوع الكائن الحي الذي يوضحه الشكل؟ ده دي ان ايه حر الاطراف بالمنظر ده. هل احد الفيروسات؟ ممكن في الفيروسات بيكون دي ان كده اهو. فهل احد حقيقات النواه؟ الدي ان بتاعنا كده اصلا بيكون حر الاطراف. هل احد اوليات النواه؟ لا، ممكن يكون طبعا، لان اوليات النواه الدي ان بتاعها ملتحم الاطراف، قد يكون احد الفيروسات او احد حقيقيات النواه، يبقى الاجابه الصح د. ما الذي يميز الدي ان حقيقات النواه عن دي ان اوليات النواه؟ هل يحتوي على فوسفات مرتبطه؟ الاثنين فيهم فوسفات مرتبطه سواء ده او ده، الفكره كلها في الفوسفات الحره، لو جالك يحتوي على فوسفات حره كانت تبقى صح، لكن ده عنده مرتبط وده عنده مرتبطه. هل يوجد على شكل النيوكليوسومات؟ دي صح، لان البكتيريا الدي ان بتاعها مش حواليه ايه بروتين، لكن ده دي ان ويستون عمل نيوكليوسوم، دي صح. هل يتضاعف قبل الانقسام؟ وده برضه بيتضاعف قبل انقسام الخليه. هل يمكن قطعه بانزيمات القص؟ هنعرف ان انزيمات القص دي بتجص اي دي ان ايه بغض النظر عن منظره، بغض النظر عن مصدره، مصدره ايه؟ بغض النظر عن مصدره، سواء كان نباتي بكتيري فيروسي حيواني بتجصه عادي، دي اسمها انزيمات القصر، هناخدها في اخر درس ان شاء الله في المنهج. 11. اي التقنيات التاليه توصل من خلال العلماء الى تركيب النيوكليوسومات لاول مره؟ لا اما بصور التحليل، صور الميكروسكوب الالكتروني، او بالتحليل البيوكيميائي، طبعا بصور المجهر الالكتروني، تصوير المجهر الالكتروني، يبقى دي الاجابه بتاعتك. قلنا التكثيف شافوه بصور المجهر الالكتروني او التحليل البيوكيميائي. الخميره مع اشيريشيا كولاي عندها بلازميدات، ما انا قلت لك بتجمع بين الاوليات والحقيقيات، عندها بلازميدات زي الاوليات، والدين بتاعها جوه النواه زي حقيقه النواه، يعني هنا الدين مكثف، يعني ممكن الاقي نيوكليوسومات، المهم ان ايه دي بلازميدات. هل ايه هستونات؟ غلط. هل ايه نيوكليوسومات؟ غلط. نواه غلط، يبقى هي الاجابه هتبقى جيم، ان ايه بلازميدات، وصاد او ب هتبقى نيوكليوسومات. ما التركيبه التي توجد داخل احدى اوليات النواه؟ 4 ده دي ان ايه، 3 ده الهستون، 1 ده الكروماتين المكثف او المكدس او الملتف، 1 ده كروماتيد. مين اللي هنجيب في اوليات النواه؟ الدي ان بس، لان الدي ان بتاعها غير معقد بالبروتين، لا يتعقد بالبروتين، يبقى 4 فقط، يبقى 4 فقط. السؤال اللي بعده، اذا كان الدي ان يرمز له بالرمز س، والبروتينات الهستونيه صاد، والكروموسومات عين، والنيوكليوسومات لام، يبقى س وصاد هيعملوا لام. دي ان ايه وهستون هيعملوا نيوكليوسوم اللي هو لام. النيوكليوسوم ده بعدين يلف حوالين البروتينات الغير هستونيه التركيبيه،
يعمل الكروماتين او الكروموسوم اللي هو عين. يبقى الاجابه طبعا هتبقى ب. 15. اي المستويات يمكن خلالها تضاعف الدي ان ايه؟ لازم جالك وهو مكثف في صوره كروماتين لا يمكن ان تصله الانزيمات الخاصه بتضاعفه، لذا يتعين يجب فك هذا الالتفاف على الاقل لمستوى شريط من النيوكليوسومات اللي هو الف ده، اللي هو شريط من النيوكليوسومات قبل ان يعمل الدي ان ايه كقالب لبناء الدي ان ايه او بناء الار ان ايه. امامك صوره لاحد الصبغيات، قلنا اللي مسؤول عن التنظيم الفراغي دي البروتينات التركيبيه، هستونيه وغير هستونيه. يبقى هستونيه وغير هستونيه تركيبيه. التنظيميه لا، التنظيميه دي بتحدد الشفره تشتغل ولا ما تشتغلش. والاثنين دول مع بعض مش واحد لوحده، الاثنين، لان واحده جسرت 10 مرات والثانيه كامل جسرت 100,000 مره، فالاثنين مهمين، هستونيه وغير هستونيه. 17. من خلال دراستك للشكل المقابل اي العبارات الاتيه غير صحيحه؟ طبعا هنا س ده الهستون، صاد ده الدي ان ايه، فبيقول لي الجزيء صاد اللي هو الدي ان ايه مسؤول عن انتاج س. لان اي بروتين المعلومه بتشال على الدي ان ايه بننسخها في صوره ار ان ايه بنعمل البروتين، فدي صح. الجزيء س اللي هو الهستون مسؤول عن تكسير الدي ان ايه، صح، بيكون نيوكليوسومات ويجسر 10 مرات. الجزيء صاد اللي هو الدي ان ايه يوجد في حقيقه النواه فقط، غلط، في حقيقه النواه اوليه النواه، دي غلط. الجزيء س اللي هو الهستون يوجد في حقيقه النواه بس، صح. البروتينات بتبقى اللي بيلف حواليها البروتين اللي بيلف حواليها الدي ان ايه بتبقى في حقيقه النواه بس، لكن الدي ان ايه في كل حته، يبقى رقم ج. طيب السؤال 18 يا شباب. الجدول المقابل يمثل نتائج تجارب التحليل الكيميائي الخلوي للعديد من الكائنات الحيه، ادرسه جيدا ثم اجب. ما الكائنات المشار اليها برموز س وص وعين ولام على الترتيب؟ س عنده بلازميد وعنده نيوكليوسوم، يبقى كده خلاص ده الخميره، لان عنده بلازميدات زي اولات النواه وعنده نيوكليوسومات زي حقيقات النواه. صاد عنده بلازميد بس ما عندوش نيوكليوسوم، دي بكتيريا، اي بكتيريا. عين لا يوجد بلازميد بس عنده نيوكليوسوم، ده حقيقي نواه، حقيقيات نواه عدا الخميره، اي حد حقيقي نواه عدا الخميره. طب هنا لا يوجد بلازميد بس ولا يوجد نيوكليوسوم، ده ممكن يبقى فيروس عادي، عنده دي ان ايه كده اهو، ما عندوش نيوكليوسوم ولا عنده بلازميد، ده فيروس. يبقى المفروض ان س خميره ولام فيروس. س خميره صح، اميبا غلط، خميره صح، فيروس غلط. واخر واحد فيروس، شال الاطفال ماشي، الفاش ماشي، كده لغايه دلوقتي 2 معانا. طب 2 المفروض بكتيريا، اميبا غلط، بكتيريا صح، اميبا صح، يبقى الاجابه تبقى رقم ج. ج هي الصح. طيب السؤال اللي بعده. اي مما يميز التركيب صاد عن س؟ صاد ده دي نيوهستون، ده نيوكليوسوم، س دي البلازميدات صغيره ومدوره. عايز اللي بيميز صاد اللي هو النيوكليوسوم ده وجوده في حقيقيات النواه، صح، صح، صاد اللي في حقيقات النواه بس. طب وجوده في حقيقات النواه، طب ما استنى، مش تنفع، عارف ليه؟ لان البلازميد برضو موجود في الخميره، فدي مش ميزه، ما ده في الخميره موجود والخميره من حقيقات النواه، فده موجود برضو في حقيقات النواه زي الخميره. احتواء على مجموعه فوسفات، ده فيه فوسفات وده فيه فوسفات، ما ده هنا دي ان ايه وده دي ان ايه، فغلط. احتواء على قواعد نيتروجينيه، ده فيه قواعد وده فيه قواعد، ما هو ده دي ان ايه وده دي ان ايه، ده فيه صاجات وده فيه صاجات. احتواء على القيل، صح، لان ده دي ان ايه ملفوف حوالين بروتين، والبروتين احماض امينيه مرتبطين، والحمض الاميني في القيل، مجموعه الالقيل الجانبيه، يبقى احتواء على مجموعه القيل. السؤال اللي جاي ده عبقري، السؤال 20 ده مهم جدا جدا جدا. شكل مقابل يوضح التغير في عدد المجموعات الصبغيه لاحد الكائنات الحيه خلال دوره تكاثره في الظروف غير المناسبه. ادرسه ثم اجب. طبعا ده السبايروجايرا، ده الاقتران، كنون عمل زيجوت اتحول لزيجوسبور، تظل ساكنه حتى تحسن الظروف، ولما الظروف تتعدل تنقسم النواه ميوزيا، لما الظروف تتعدل تنقسم النواه ميوزيا لاربع انويه. بنعمل ايه قبل الانقسام؟ بنعمل تضاعف، هنصورهم ونجسمهم، فتضاعف الدي بيحصل عند جيم. يبقى ده الاقتران في السبايروجايرا، نون وماسك في خليه نون، عمل زيجوت باتنين نون، اتحطت بجدار سميك باسم لقاحه جرثوميه، تبقى ساكنه حتى تحسن الظروف، ولما الظروف تتعدل هتنقسم النواه، طالما في انقسام عند جيم يبقى في تضاعف، هنصورهم ونجسمهم. سؤال جميل جدا جدا جدا، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى جيم. 21 ادرس شكل الاشكال التاليه ثم اجب ثم حدد. قبل ان يتضاعف الدي ان ايه لابد ان يفك التفافه، ما المقصود بانفكاك التفافه؟ لازم يتفك على الاقل لمستوى شريط من النيوكليوسومات وممكن دي ان ايه. تعال نشوف، تحوله من 1 إلى 2 ده تكثيف مش فك، تحوله من 5
الى 3 ما هو معقد مش هينفع برضه يتضاعف، لازم لا اما الى 2 لا اما 1. تحوله من 1 الى 4 لا ده تكثيف. تحوله من 5 اللي هي دي الى 1 او 2 صح، هي دي الصح. على الاقل المستوى شريط من النيوكليوسومات، والافضل يبقى انه يتحول لدي ان ايه. 22 اي مما لا يحتوي على التراكيب الموضحه بالشكل المقابل، ده دي ان ايه هيستون، دي نيوكليوسومات. هل في خلايا الدم الحمراء الناضجه دي عديمه النواه، ما عندهاش دي ان ايه اصلا ولا عندها نواه. هل بكتيريا ايكولاي؟ لا الدي ان ايه بتاعها غير معقد بالبروتين. هل القطعه الوسطى الميتوكوندريا للحيوان المنوي؟ لا ده الميتوكوندريا الدي ان ايه بتاعه بيبقى مش معقد بالبروتين زي بتاع البكتيريا. خليه العصبيه صح، اي خليه في الجسم، اي خليه حيه وفيها نواه صح، يبقى د. هنا دي ان التحم الاطراف بيلتف حول نفسه عده مرات، ده تكديس الدي ان في البكتيريا. ادي اول حاجه التحم نهايتها معا، بعدين يلتف حول نفسه عده مرات، يبقى ده تكدس الدي ان في اوليات النواه، يبقى تكدس الحمض النووي في اوليات النواه. ما هو التتابع الذي يتكرر 100,000 مره في منتصف واحد؟ اجاج. طب يا دكتور ما فيش اجاج، طب ما الاجاج ده الاي يقبلها تي، والجي يقبلها سي، والاي يقبلها تي، والاي يقبلها تي، والجي يقصدها سي، فاللي هو ده ينفع برضه تي سي تي تي سي اللي هو الاختيار رقم ج. يبقى لو ما لقيتش اجاج اختار ده. واحد بيقول لي طب ما لا دي مكتوب دي غلط، هي اي جي اي جي. ما لقيتش اجاج يبقى المكمل ليها، ما طالما دي متكرره يبقى المكمل ليه متكرر. ده سؤال حلو على فكره، السؤال ده كان الفكره دي كانت موجوده في كتاب الوسام 2021، وانا كنت بجيبها للطلبه في الامتحانات لان انا كانت عجباني جو الفكره دي، ان انت عارف ان حافظ انه اجاج، طب مين اللي بيكمل اجاج؟ ده هو، فالاجابه دي. فده سؤال منجول يعني الامانه يعني من كتاب الوسام. 25 شكل مقابل يوضح النسبه بين كميه دي ان ايه وكميه البروتين التي تنتجها 4 خلايا كائنات حيه مختلفه. ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبه للكائن سي؟ السي ده عنده دي ان ايه كتير خالص وعمل شويه بروتين قليلين، ده ممكن يكون السلمندر، عنده اكبر محتوى جيني ومع ذلك كميه كبيره بلا شفره، بيعمل بروتين قليل لان كميه كبيره مش شغاله. هل يعتبر من اوليات النواه؟ لا السلمندر من حقيقه النواه. هل اكثر الكائنات الاربعه تعقيدا؟ لا لان كميه الدي ان ما تدلش على رقي ولا تعقد الكائن الحي، كميه البروتين هي اللي تدل. اللي بيعمل بروتين كتير يبقى معقد كتير، فدي كده غلط. صاحب اكبر محتوى جين؟ السلمندر عنده اكبر محتوى جين 30 مره قدر الخلايا البشريه. هل كميه دي ان تمثل شفره عنده اكتر من 70؟ كده كده اللي بتمثل شفره اقل من 70، ما تنفعش تبقى اكتر من 70، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى رقم ج. 26 اي الخواص الثلاثه تدل على درجه تعقد الكائن الحي ودرجه تطوره؟ هل كميه الدي ان ايه؟ لا لان مش مهم عندك كام قد ما مهم كام شغال، ما السلمندر اكتر حد، هل احسن منك ارقى منك؟ لا. كميه الدي ان ايه بتمثل شفره؟ هي دي الكميه اللي بتمثل شفره، هي دي اللي تدل على طالما بتعمل بروتين كتير يبقى انت راقي كتير. هل عدد انواع الاحماض الامينيه؟ كده كده عدد انواع الاحماض الامينيه ثابت 20 نوع بيدخل في بناء البروتين. تعدد انواع كده كده في كل الكائنات ميرنا وترنا وريرنا، ده بيساعدونا ان احنا نعمل بروتين، يبقى الاجابه ب. 27 ما طول الدي ان ايه في كل من خليه جسم الانسان والسلمندر على الترتيب؟ جسم الانسان 2 متر، السلمندر 30 مره يعني 60 متر، يبقى الاجابه هتبقى 62. 2 في جسم الانسان والسلمندر هتبقى 60 متر. 28 شكل التخطيط المقابل يعبر عن نسبه الدي ان ايه الذي يمثل شفره والذي لا يمثل شفره. هنا الذي لا يمثل كتير واللي بيمثل حبه صغننين، يبقى ده حقيقي النواه، وده حقيقي النواه. بتنطبق القاعدة بتقول ايه؟ اقل من 70 يمثل واكتر من 30 لا يمثل، فعلا ده اكتر من 30 جوي لا يمثل. الكائن صاد اوليات نواه؟ لا اوليات النواه عندهم اغلب الدي ان ايه شغال لان هو واحد بس فمعظمه شغال. الكائن سين؟ لا اوليات نواه غلط، السين وصاد الاثنين حقيقيات نواه صح، يبقى الكائنين سين وصاد من حقيقيات النواه. الشكل المقابل يعبر عن نسبة الدي ان ايه الذي يمثل شفرة في 4 كائنات مختلفة. ما الحرف الذي يشير إلى أحد أوليات النواة؟ معظم الدي ان ايه شغال، أغلب الدي ان ايه شغال، فهنا ده قال لك دي نسبة اللي بتمثل شفرة، ف70% عند لام يبقى لام، لأن الجينات المسؤولة عن بناء الار ان ايه والبروتينات تمثل معظم المحتوى الجيني لأن هو واحد فأغلبه شغال. 30 يدل تنوع البروتينات المتكونة في خلايا كائن حي ما على كمية الدي ان ايه في خلايا؟ لا ممكن يبقى عندي كتير بس كتير مش شغال. العدد الصبغي؟ لا مش بالعدد الصبغي، طب ما انا عندي الكلب اكتر منك بس انت بتعمل بروتين اكتر منه. عدد الجينات الوظيفيه صح، كام جين شغال وظيفيه يعني تمثل شفره، كام جين شغال بيعمل بروتين، فلو جينات كتيره فهيتعمل بروتين كتير، يبقى الاجابه هتبقى ج.
31. اي مما لا يصف الجينات المنتجه للهستونات اللي هي جينات متكرره دي الدي ان اللي كان متكرر، هل يقل معدل انتاجها في الخلايا جبر الانقسام؟ لا طبعا، عدد ده بالعكس، ده جبر الانقسام بتتضاعف، لان هنصورهم ونجسمهم. لو عندي 4 يبقوا 8، انا عملت الضعف. هل يوجد منها مئات النسخ في البكتيريا؟ لا، ما يوجد منها مئات النسخ عندنا احنا، البكتيريا ما بتعملهاش لازمه الهستون عندها، لان البكتيريا الدي ان بتاعها بيلف حوالين نفسه، ما بيلفش حوالين الهستون. هل مجموعه محدده من البروتينات؟ هو بيسألك عن الجينات مش الهيستونات، اوعى تتلخبط، قال لك يصف الجينات مش الهيستونات. لو قال لي يصف الهيستونات كنت قلت كده صح، انها مجموعه من البروتينات، لكن الجينات ده دي ان مش بروتين اصلا، خلي بالك خلي بالك. هل تعتبر من دي؟ هي دي ان متكرر معلوم الوظيفه. الاسئله بتاع كتاب التفوق جميله على فكره، يبقى ده ان متكرر معلوم الوظيفه. 32. اذا وضعت جزيئات دي بنواه بويضه السلمندر على امتداد بعضها البعض، لو وصل طولها تقريبا، طبعا الحيوان المنوي بويضه عن الانسان النواه بتاعتها فيها متر، دي 30 متر، ما هي 30 مره. انت الخليه الجسميه عندك 2 متر، يبقى نواه الحيوان المنوي بمتر، نواه البويضه بمتر. السلمندر الخليه الجسميه عنده ب 60 والبويضه بتاعته ب 30 وحيوان المنوي ب 30، بس خلي بالك النواه مش الحيوان كله ولا البويضه كلها، النواه. لان انت عارف لو الحيوان المنوي بيبقى اكتر من عندنا اكتر من 23، احنا بنتكلم عن النواه بس. الشكل المقابل يعبر عن تركيب المحتوى الجيني لاحدى خلايا حقيقه النواه، ادرسه جيدا ثم اجب. ده اكتر من 30 اكتر من 30 لا يمثل، واقل من 70 اقل من 70 يمثل. بيقول لك اي تتابعات التاليه تكون ضمن جزء صاد، صاد ده اللي هو الذي لا يمثل شفر، صاد اللي ما بيمثلش. هل تتابع النيوكليات المحدد لتتابع الاحماض ده لا يمثل شفره؟ غلط. هل بتاع ترنا غلط؟ بتاع ريرنا غلط؟ طبعا دي صح. الحبيبات الطرفيه عند اطراف بعض الصبغيات لا تحتوي على شفرات، يبقى هي دال. اي مما لا يعتبر صحيح بالنسبه للمحتوى الجيني الخلايا البشريه ينسخ بالكامل؟ لا طبعا، اللي بيتنسخ بس اللي هو الدي ان اللي بيمثل شفره، ده اللي بنقدر نعمل منه ميرنا او ترنا او ريرنا. يتضاعف بالكامل صح، كده كده هنصوره كله عشان نجسمه. بينسخ اكثر من 70% منه؟ لا، ده اقل من 70% يمثل شفره، اقل من مش اكتر من. اصلاح كل التالف؟ لا، لو في عيبين او 3 بيفضلوا كل عام وتبقى له صفه الدوام، يبقى مش كل العيوب، في عيوب ما بتتصلحش، اللي بتحصل في كلا الشريطين في نفس الوقت ونفس الموقع لا يمكن اصلاحها. لكن يتضاعف بالكامل صح، يتضاعف بالكامل دي صحيحه 100%. شايفين اسئله الوزاره عظمه عظمه عظمه. اي الخلايا النباتيه التاليه اذا تعرضت لطفره في الدين الخاص بها انها تتورث؟ اكيد في خلايا تعمل الامشاج زي الجراثيم الصغيره دي بتعمل حبوب اللقاح، كده هتتورث، لان دي كده خليه هتعمل مشيج، والمشيج انت بتورث ايه من ابوك وامك؟ بتورث الامشاجهم. انت وارث لو نبات، انت لو بذره وارث حبه اللقاح من ابوك وبويضه من امك، فهم بيورثوك امشاجهم. طب ما الجراثيم الصغيره دي اللي بتعمل حبوب اللقاح، يبقى هي دي اللي بتتورث. ما وجه الشبه بين انكن وكلينفلتر؟ الاهميه دي مرغوب فيها، دي غير مرغوب فيها، يبقى غلط. دي مرغوب بالنسبه لانكن ولكن دي غير مرغوب فيها. امكانيه التوارث دي بتتورث لكن دي لا تورث، ده عقيم هيورث مين؟ ده ذكر عقيم وقفت عنده، فدي غلط. المنشأ دي نشأت من تلقاء نفسها ودي نشأت من تلقاء نفسها، دي تلقائيه ودي تلقائيه. نوع الطفره دي طفره مشيجيه، دي طفره مشيجيه. لا نوع، انا اسف، شفت كنت هغلط زيكم. نوع الطفره يعني جينيه ولا صبغيه؟ دي طبعا صبغيه عدديه لان العدد الصبغيات زاد، لكن دي جينيه لان هنا جين، بدل الرجل المستقيمه بقت مقوسه، بدل رجل طويله بقت رجل قصيره، طبعا هتبقى جينيه. يبقى اجابتك الصح هتبقى المنشئ، دي نشأت من تلقاء نفسها ودي نشأت من تلقاء نفسها. ما نوع الطفرة التي تؤدي لتغيير لون عيون حشرة الدروزوفيلا من الأحمر للأبيض؟ العينين اتغير ويبقى مشيجية. طب لو عين واحدة تبقى جسمية، لكن بما إن العينين يبقى مشيجية، ودي جينية لون عين صفة واحدة، يبقى جينية مشيجية. أي مما يلي يصف طفرة أنثى ترنر؟ أنثى ترنر تحدث في الخلايا الجسدية؟ غلط، دي في الأمشاج لأن هي كانت جاية من حيوان منوي سليم وبيضة شاذة. لا تتوارث؟ صح، ما بتتوارثش لان انثى ترنر دي قصيره غبيه عندها عيوب خلقيه في القلب والكليه ولا تصل للبلوغ، نقص اكس خلاها ما تبلغش. نتيجه من زياده؟ لا، دي نقص صبغ جنسي. تحدث بتدخل الانسان؟ لا، دي تلقائيه نشأت من تلقاء نفسها، دي وحشه اصلا، فدي نشأت من تلقاء نفسها.
امامك ثلاث فطريات تختلف فيما بينها في الصفات. س يتكاثر لا جنسي بالجراثيم. ص يستخلص منه احد، يبقى ده البنسليوم، طلعنا منه البنسلين، ده البنسليوم اللي طلعنا منه البنسلين. عين وحيد الخليه الخمير، ده اي واحد بقى. عيش الغراب شغال، بنسليوم شغال، خميره شغال، يبقى الاجابه الصح هتبقى ب. كله عديد، البنسليوم عديد وعيش الغراب عديد، الوحيد هو الخميره. ادى عدم انفصال زوج الكروموسومات الثالث والعشرين، ده اللي هو الجنسي، اثناء الانقسام الميوزي الاول للبيضيه الاوليه الى النتائج الموضحه بالجدول. البيضيه الثانويه بقت 48، فلما تعمل ميوز دلوقتي هتديك 24. لما هنجاب الحيوان ملوي ب 23 ما هي ب 48. ميوزي اول اداني دي، ميوزي تاني اقسم بالنص يبقى 24. هتجاب الحيوان ملوي ب 23 فيديني 47. هل ده ذكر عادي؟ غلط، الذكر عادي 46. هل انثى عاديه؟ 46 غلط. هل انثى سلمر؟ 45 غلط. ذكر كلينفلتر هو اللي 47. ما البيضيه الثانويه ب 48 هتتجسم تبقى 24، تجيب الحيوان ملوي ب 23 يديني 47، يبقى كده عمو كلينفلتر. 41 شباب. العمليات التاليه تصف الطفره التي ادت الى انتاج الاغنام كما بالشكل المقابل. دي سلاله انقل الاغنام ذات الارجل القصيره والمقوسه. هل دي طفره صبغيه؟ لا، انا علمتك ان هي جينيه، لان هو جين، بدل الرجل المستقيمه بيجي مقوسه، بدل ما طويله بيجي قصير. هل طفره حقيقيه؟ صح، بس تحدث في الجسديه غلط، في الامشاج. قلنا لو في الجسديه كانت رجلين واحده اللي بقت مقوسه، لكن بما ان الاربعه يبقى دي اكيد 100% دي طفره ايه؟ دي طفره مشيجيه مش جسميه. الجسميه كانت تبقى رجل واحده، لكن بما ان الرجل واحده هي اللي حصلت فيها الطفره، لكن الاربعه يبقى كده طفره مشيجيه، لان كده الجينات كلها في جسمه كلها متغيره. طفره جينيه تحدث دون تدخل الانسان، صح. جينيه تلقائيه، صح. هل مشيجيه غير مرغوب فيها؟ لا، مرغوب فيها، يبقى كلهم غلط ما عدا رقم ج. شكل المقابل يوضح نتيجه تعرض نواه خليه، معلش هنكتب كده هنزودها كلمه، جرثوميه في مبيض ذبابه الفاكهه للاشعاع خلال احدى التجارب ادرسوا جيدا ثم اجب. دول الكروموسومات اهم، 1 2 او 1 2 3 4 5 6 7 8 هم. بس بص كده الاشعاع بوظ الصبغ ده، كسره وكسر الصبغ ده خلاص، وكسر حته من ده. ما نوع الطفره؟ العدد هو ما اتغيرش، عدديه غلط، جينيه غلط، لان دي الصبغيات فهي صبغيه. مشيجيه غير حقيقيه، لا، لو مشيجيه هتورث. طبعا صبغيه صح، صبغيه تركيب الصبغ اتغير، حته اتقطعت منه فتركيب الصبغ اتغير، فهي صبغيه تركيبيه، ولانها في خليه جرثوميه يبقى هتتورث، فحقيقيه. يبقى لازم نكتب جرثوميه هنا عشان نعرف ان هي هتتورث، يبقى صبغيه تركيبيه تركيب الصبغ اتغير، ولانها جرثوميه فهتتورث. 43 قلت لك اول ما تلاقي حروف كده يبقى دي طفره جينيه. اول حاجه بتعد 1 2 3 4 5، باينه من غير العدد انها تبقى حذف، يعني باينه انها حذف، انها جينيه حذف. هل هي صبغيه؟ غلط، صبغيه غلط. جينيه نتيجه من حذف، صح. جينيه نتيجه من استبدال، غلط. طالما العدد جالي يبقى حذف، احنا قلنا ومنظره باين ان هم قليلين، فدي جينيه بسبب الحذف. السؤال اللي بعده، اي العبارات التاليه تصف التغير الحادث في الشكل المقابل؟ تعال نشوف. بص شايف الحته دي اتشجلطت، يعني لفت 180 ولحمت في الوضع المقلوب، فدي طفره صبغيه بس مش تضاعف، غلط. طفره صبغيه نتيجه من تبادل اجزاء غير متماثله، لا هي بس جلبت. هل طفره نتيجه من دي صح، طفره صبغيه نتيجه من دوران جزء من الكروموسوم بزاويه 180 درجه فلحمت في الوضع المقلوب، يبقى الاجابه هتبقى ج. اي مما يلي يصف التغير في س الموضح في الشكل المقابل؟ ده دي ان ايه عمل بروتين طبيعي، ده دي ان ايه لا اما بروتين غير طبيعي لا اما عدم تكون البروتين اصلا. تمام، تعال نشوف هل ده تعال نشوف. بيقول لك اي مما يصف التغير س في الشكل المقابل. طبعا دي طفره جينيه، تركيب الجين اتغير فتعمل بروتين مختلف فتظهر صفه جديده، فدي طفره جينيه. تغير كيميائي في تركيب الجين، صح. هل هو موروث دايما؟ لا، ما ممكن تكون في خليه جسميه فما يتورثش عادي. يعني مثلا لو انا قلت لك جين الانسولين باظ في خليه الجلد بتاعتي، هل هيحصل حاجه؟ مش هيحصل اي حاجه. لكن لما جين الانسولين يبوظ في الخلايا اللي بتعمل امشاج، هي دي اللي تحصل المشكله. هل نقص جزء صغير من الصبغي؟ لا، دي اصلا دي طفره جينيه، هنا الجين باظ، شايف الجين باظ. هل يصاحبها تحول الجين من متنحي لجين سائد؟ غالبا ده بالعكس، يعني يصاحبها تحول الجين من ده بالعكس، ده من سائد لمتنحي ولا شائع، والعكس نادر، يبقى طبعا الاجابه ج. ما التاثير الناتج على الكروموسوم اكس في الشكل المقابل؟ شايف الدي اي اف لفت ورجعت زي ما هي تاني، يعني لفت 180 درجه ولحمت في هي، دي مش طفره عادي، ده تغير ورجع لوضعه.
تغير مؤقت لا يمثل طفره لان لفه 360 درجه. لاحظ المزارع نمو بعض ثمار الفاكهه اكتر من الحجم الطبيعي، يبقى هنا دي تضاعف صبغي، حصل هنا تضاعف لعدد الصبغيات، فالجين بيجي فيه منه نسخ كتيره، اتكرر الجين فبيجي تاثيره اكثر وضوحا. هل فقد جزء من احد الصبغيات؟ غلط طبعا، ده تاثيره زاد. هل نقص في عدد؟ لا، ده العدد بيجي الضعف. تكرار للجينات، صح، تكرار للجينات من خلال زياده عدد الصبغيات، بدل ما النبات عنده 20 بيجي 40، فالجين بيجي فيه منه اكتر من نسخه فبيجي تاثيره اكثر وضوحا، فالنبات بيجي اكثر طولا واعضاء اكبر حجما. يبقى الاجابه ج. ادرس الشكل ثم اجب. ده الكروموسوم 24، دي كروموسومات غير متماثله بيحصل بينهم تبادل، يبقى هنا في طفره لان حصل تبادل اجزاء بين كروموسومات غير متماثله. خلاص بص، لا ولا استنى نشوف بدل ولا لا. لا ده ما خدش حاجه، ده اللي خد حته، ده ما خدش حاجه خالص. هنا ده اللي خد حته، ماشي. هنا بقى لا، دول بدلوا، ده خد دي وده خد دي، دول بدلوا برضو. ده كروموسوم 20 وده 4، دي كروموسومات غير متماثله. كده كده دي طفره ودي طفره. الحاله س دي تمثل انقلاب جزء؟ لا، ده تبادل اجزاء بين كروموسومات غير متماثله. في الحاله س يزداد تاثير جينات الكروموسوم 20؟ ده لا، ده بالعكس، ده نقص منه حته، غلط. الحاله س تمثل تبادل اجزاء بين الكروموسومات، صح. وصاد تمثل انتقال جزء من الكروموسوم 4 الى 20، حته من 4 راحت ل 20، صح، حته من 4 راحت ل 20، يبقى هي دي صح. حدث الطفرة أدى إلى زيادة تأثير 15 جين في خلية لكائن ما أثناء الانقسام الميتوزي. ما نوع الطفرة؟ أدى للتأثير، يبقى هنا حصل تكرار للجينات، يبقى صبغية تركيبية. واحد بيقول طب ليه ما اخترت الصبغية عددية؟ لأن الصبغ الواحد بيكون عليه مئات الجينات، فلو حصل تضاعف صبغي زي ما أنت بتفكر كان هيحصل زيادة تأثير مئات الجينات مش 15 جين، ده دول 15 جين بس، يبقى هنا في 15 جين اتكرروا، فدي صبغيه تركيبيه. يعني مثلا كان عندي مثلا A B C مثلا، يعني اتكرر ده مثلا اتكرر A B C A B C A B C، فهو طبعا دي تركيب الصبغ اتغير، فدي صبغيه تركيبيه. واحد بيقول طب ليه ما تختارش عدديه؟ لان لو صبغ زاد، الصبغ الواحد عليه مئات الجينات كان هيزيد تاثير مئات الجينات مش طبعا 15 جين بس، فطبعا صبغيه تركيبيه ادق اجابه 50. ما سبب حدوث طفرة أدت إلى ظهور صفة متنحية في ذكور نحل العسل؟ يبقى أكيد الطفرة في البويضة، لأن ذكر نحل العسل جاي من البويضة. يعني البويضة مثلا كانت إيه كابيتال مثلا، دي صفة سائدة، البويضة اتحولت لإيه سمول فطلع الذكر إيه سمول مثلا، يعني ما ده سائد ده متنحي. طالما صفة واحدة يبقى طفرة جينية، هو جالك صفة يبقى جين واحد صفة واحدة، يبقى دي طفرة جينية. طفرة جينية في الحيوانات المنوية؟ لا. صبغيه في البويضات؟ لا. جينيه في البويضات، هي دي جينيه في البويضات. البويضه كان عندها ايه كابيتال بقت ايه سمول، فالذكر طلع ايه سمول، يبقى جينيه في البويضه. 51 دول هم بيبقوا كده اهو، يبقى دي تضاعف الدي ان ايه، تضاعف. طور استوائي؟ لا، بيقف في خط استواء الخليه. طور انفصالي؟ لا، ده لسه يا دوبك التضاعف. تضاعف دي ان ايه، صح. واي المفروض كانوا يتفصلوا، واحد احمر هنا واحد احمر هنا، ما اتفصلوش، يبقى هنا عدم تكون غشاء فصل، صح. فدي صبغيه عدديه، دي سميناها تضاعف صبغي، فالاجابه بتاعتك هتبقى دي. اتنين وخمسين يؤدي ظهور طفره جينيه في المحتوى الجيني الميتوكوندريا بتاع الام المهم الى اضطراب. المهم اي البدائل تعبر عن توارث هذه الطفره بين الابناء؟ بص الاسود غير مصاب، الام غير مصابه، يبقى عيالها هيبقوا زيها غير مصابين، يبقى كلهم هيبقوا غير مصابين، لان انت بتاخد الميتوكوندريا من امك مش من ابوك. فطالما الام سليمه يبقى العيال كلهم سلام، لان المشكله مش عند الام، ده عند الاب. خلاص، والام كده كده سليمه، انت بتاخد ميتوكوندريا من امك مش من ابوك. 53 فراولايه كبيره خالص، بيقول لك اي من مالك قد يفسر ظهور تلك الثمار المختلفه؟ هل انعزال الجينات واعاده اتحادها؟ لا طبعا، لا دي طفره تضاعف صبغي. هل تغيير مكان جين الحجم على الصبغي؟ لا طبعا، ده هنا تاثيره زاد. هل عدم تكون غشاء فاصل بين الخلايا البنويه؟ ممكن. هل انقسام السنتروميرات بعد ثم انفصال الكروماتيد؟ لا، ده هنا تضاعف صبغي، يبقى هنا ممكن عدم تكون غشاء فاصل بين الخلايا البنويه، فطلعت واحده كبيره، يبقى الاجابه ج، اللي هي تضاعف صبغي يعني. افحص الصوره التي امامك كيف تكونت هذه الثمره. دي ثمره بدون بذره، عندك احتمالين، ثمره بدون بذره، احتمالين، لا اما ثمار عذري
صناعي، لا اما اللي هي طفره المستحدثه، لان احنا عملنا اشجار فواكه ذات ثمار كبيره حلوه المذاق خاليه من البذور، فعندك الاثنين دول بيعملوا لا اما ثمار عذر صناعي اللي هو برش المياسم بخلاصه حبوب اللقاح او استخدام اندول او نفسول حمض الخليج، فبنعمل تلقيح بدون اخصاب فتتكون ثمره بدون بذره. تلقيح بدون اخصاب يساوي ثمره بدون بذره. او طفره مستحدثه باستخدام النيتروز او الكولشيسين. طب هي تلقيح واخصاب، لو تلقيح واخصاب يبقى ثمره ببذره، غلط. نزع الازديه بتاع الازهار، لا طبعا. عندك لا جيم لا دال. تلقيح دون اخصاب صح، معالجه النبات صح. طب يا دكتور انا اختار مين فيهم؟ المفروض كان يجيب لي واحده قبل وبعد. دي بتخلي الثمار كبيره لكن دي بتخليها زي ما هي مش كبيره، فطبعا الرسمه دي برتقانه بس صغنونه مش كبيره، فالادق نختار تلقيح دون اخصاب. بس الاصح في السؤال ده كان يجيب لك الثمره قبل وبعد، كان يجيب لك قبل وبعد. لو هي كانت مثلا كان المفروض تبقى صغننه وبقت كبيره يبقى ده حمض النيتروز، لكن لو كانت اصل دي حجمها صغير دي برتقانه صغننه من الصوره دي فكده ما استخدمش النيتروز، لان النيتروز بيخلي حاجه كبيره، فاهمني؟ فدي الاجابه بتاعتك هتبقى رقم ج. اي الاشكال التاليه تعبر عن الطرز الكروموسوم السائد في العنب؟ العنب 4 نون، كل فرده بنون، يعني ده فردتين من كل حاجه يبقى ده 2 نون، دول 3 فردات يبقى ده 3 نون، دول 4 فردات يبقى ده 4 نون، دول ادي فرده 2 3 4 5 6 دول 6 نون، يبقى طبعا هو كان 4 نون، يبقى الاجابه هتبقى دي. في الشكل المكون ما التلف الذي قد يؤدي لتحول الجين من سائد الى متنحي؟ ده تلف، ده تلف يمكن اصلاحه، هتبص هنا سي تحط هنا جي، ده تلف يتصلح، ده تلف يتصلح، ده اللي ما يتصلحش صاد، يبقى هو صاد اللي ممكن يعمل طفره، يبقى صاد اللي يعمل طفره لان ده عيب لا يمكن اصلاحه لان حدث في كلا الشريطين في نفس الوقت ونفس الموقع. 57 امامك قطعه من الدي ان ايه اهي، اي من مالي قد يتسبب في تغيير البروتين الناتج عن هذا الجزيء؟ تلف النيوكليوتيدات 1 و2 جنب بعض؟ لا جنب بعض عادي، لو جبال بعض ماشي. تلف 6 و2 6 و2 صح دي صح. تلف 1 و7 لا يتصلحوا عادي لانه بعاد عن بعض، هنبص هنا ونصلح هنبص هنا ونصلح. تلف 3 و5 3 و5 لا يتصلحوا عادي، الوحيده اللي ما تتصلحش هي دي. تلف 2 و6 في نفس الوقت. اسئله جميله. ادرس الرسم التخطيطي الذي يوضح مجموعه من الجينات على زوج من الكروموسومات المتماثله اثناء انقسام الزيجوت، ثم استنتج. تعال نشوف اللي حصل. A B C D E F G وهكذا زيه. لو انت ركزت هتلاقي الاف ثابت دي وراحت هنا كده اهو، دي الاف خلاص جت في الحته دي. طيب تعالوا نشوف، يعني هنا كان المفروض اف جه هنا. ما النتيجه المترتبه على حدوث الطفره؟ دي طفره صبغيه لان تركيب الصبغ اتغير، ده كان بيتكون من A B C D F G بيجي عنده افين، طفره صبغيه. ويزداد تاثير الجين اف في الخلايا الناتجه ولا بص اقول لك على حاجه، ده انقسام ميتوزي، يعني كل خليه ده ميتوزي، ادي كانوا كده اهم كانوا كده اهم، فكل خليه هتاخد دوله، فهنا دي كان عندها كام اف؟ 2، والجديده هيبقى عندها 2 اف، فما حصلتش حاجه لان ده ميتوزي، يعني دي كانت عندها 2 اف نسختين من الجين اف، ودي عندها نسختين من الجين اف، فمش هيحصل حاجه لان ده انقسام ميتوزي. عارف لو كان ميوزي واقول لك ان في واحده هتاخد ده واحده هتاخد ده، كنت اقول لك هنا هيزيد تاثير اف وهنا ينعدم تاثير اف، فاهمني؟ لكن بما انه ميتوزي وكده كده الخليه هتاخد الفردتين، فالخليه دي قبل كان عندها 2 وبعد عندها برضه 2، فما فرقتش، يبقى طفره صبغيه ولا يتغير تاثير اف في الخلايا الناتجه، مش هيتغير لان ده ميتوزي فكده كده هتاخد الاثنين. طيب من الشكل المقابل اي التغيرات التي قد يتسبب التغير الحادث في تركيب البروتين؟ تعال نشوف. الانين ارجينين هيستازين، ادي غلطه، حمض اميني مختلف، حمض اميني مختلف، هو طالما نفس العدد يبقى دي اكيد طفره استبدال مش حذف ولا اضافه، لان الحذف بيغير كل اللي بعديه والاضافه نفس القصه، دي طفره استبدال. اي التغيرات التاليه قد يتسبب التغير الحادث في تركيب البروتين؟ تغير ترتيب الجينات على الصبغه، لا دي طفره جينيه لان اتغيرت الاحماض الامينيه، فدي طفره جينيه. هي دي استبدال بعض النيوكليوتيدات الخاصه بالجين. فقد حذف غلط، كان نقص عدد الاحماض الامينيه لو حذف. عدم تكون غشاء فاصل غلط، يبقى هي الاجابه بتاعتك هتبقى بايه؟ استبدال بعض النيوكليوتيدات. طالما لقيت صاجات ما تجراش، طفره جينيه.
لان قلنا حذف او اضافه او استبدال قاعده نيتروجينيه يبقى طفره جينيه، حذف او اضافه او استبدال جين يبقى طفره صبغيه تركيبيه. يبقى قلنا حذف قاعده نيتروجينيه يبقى طفره جينيه، جين كامل يبقى طفره صبغيه. فركز على الحاجات دي بتفرق جوي. اي المناطق تضمر نتيجه معاملتها بالكولشيسين؟ الف، اول ما نرش الكولشيسين تضمر خلايا القمه الناميه ليتجدد تحتها ب فيها خلايا مضاعف، يبقى اللي بتضمر طبعا هي الف. اي المناطق تضمر يبقى الف. اي النبات لم يتكون به غشاء فاصل بين الخلايا البلويه اثناء انقسام الزيجوت؟ ده الحجم طبيعي، هنا الحجم الضعف يبقى النبات التاني كل حاجه الضعف. لكن ده الحجم الثمار طبيعي والحجم الاوراق طبيعي، مفيش غير الساق دي ممكن تبقى طفره جينيه عاديه. هنا برضو الحجم الضعف لكن الساق طبيعي. بص لو هي طفره صبغيه عدديه هو كله بيبقى الضعف كله، ما مش جين واحد، كل الجينات بيزداد تاثيرها، الطول والحجم الثمار وحجم الاوراق. فالنبات التاني هو اللي حصلت فيه الحركه دي، يبقى التاني فقط. شكل مقابل يوضح طفره A B C D E F. هنا ده اللي زاد، هنا اضافه جين دي صبغيه تركيبيه لان اضفنا جين. هل تضاعف صبغي؟ لا مش تضاعف صبغي، دي صبغيه تركيبيه اصلا. عدديه غلط، تركيبيه لزياده جزء بس ده متماثل، دي جين بي فهو ده بي، فدي غلط. فهي صبغيه تركيبيه لزياده جزء من صبغ متماثل لان دي بي كابيتال، فحته زادت من صبغ متماثل لان نفس الجين بي فهو يبقى الاجابه تبقى ب د. بقى 60. من الشكل المقابل للحصول على ثمار خليه من البذور يتم معامله تركيب نقط. ممكن القمه الناميه رقم 4 بالكولشيسين او النيتروز او الخردل، وممكن ترش المياسم دي اللي هي رقم 1 بخلاصه حبوب لقاح، يبقى 1 و4. 1 و4. 65. شكل المقابل يوضح احد ازواج الصبغات المتماثله. اي التغيرات التاليه لا تؤدي لطفره صبغيه تركيبيه. تعال نشوف صبغيه تركيبيه. حدوث تبادل لجزء س مع صاد، س مع صاد بدلوا مع بعض، يعني ده طلع فوق وده نزل تحت. جالك اي التغيرات التاليه لا يؤدي الى طفره صبغيه، لا دي تؤدي، اتغير ترتيب الجينات، دي تؤدي لان هنا اتغير ترتيب الجينات على الصبغ، بيجي 7 8 وتحت 1 2. حدوث تبادل لجزء س مع عين، س اللي هو 1 2 مع عين اللي هو 4 5، اتغير تركيب الصبغ، اتغير، ده بيجي 4 5 وهنا بيجي 3 1 2، فدي تؤدي. يبقى دي غلط ودي غلط، هو عايز لا تؤدي. حدوث تبادل لجزء صاد مع عين، صاد اللي هو 7 و8، عين اللي هو 4 و5، لا يؤدي لان تركيب الصبغ ده اتغير، بيجي 5 6 4 5 وده اتغير، يبقى دي تؤدي. حدوث تبادل لجزء صاد مع لام، 7 8 7 8، هو لا ده عبور وراثي عادي، ده بدلنا عادي عبور وراثي، ان دي جت هنا ودي جت هنا عادي، ما ده 7 8 وده 7 8، يبقى هي د. الشكل التالي يوضح طفره حدثت اثناء التكاثر الجنسي لاحد النباتات، الريسوس ثم اجب. ده النبات كان 1 2 يبقى 2 نون، بيجي 1 2 3 4 4 نون، كل واحد بنون يبقى 4 نون. يبقى طبعا كل حاجه هتبقى كبيره، الورق هيبقى اكبر، الفراوله هي هتبقى اكبر. تعال نشوف. هنا الفراوله كانت صغيره كبرت، الورق كان صغير كبر، الله جميله دي. طب هنا كده اهو، ركزت كده، لو ركزت هنا هتلاقي ان الورق زي ما هو، لا احنا كل حاجه هتكبر. هنا كده اهو، ايه اللي حصل ده؟ خربانه. هنا دي كشت، لا ده المفروض تبقى الضعف، يبقى الف الصح. اي خلايا التاليه لن تتاثر عند تعرضها للمواد المطفره لفتره زمنيه. خلايا البرانشيم تتاثر، الفلين لانه ميت فمش هيبقى هو ميت اصلا. الدم الحمراء غير الناضجه تتاثر، غير الناضجه دي بتبقى حيه، الناضجه هي اللي ميته. العصبيه تتاثر، طبعا الخلايا الفلين ما بتتاثرش لان الفلين ميت. الفلين فيسيوبرين. صنف الطفرات من حيث امكانيه التوارث والاهميه ومكان الحدوث والمنشا. طفر البنسليوم امكانيه التوارث بتتورث لان ده بيتكاثر لا جنسي، كل بيتكاثر لا جنسي ميتوز في الطفره بتتورث، يبقى حقيقيه. طب الاهميه مرغوب فيها لان دي خلتنا نطلع كميات كبيره من البنسلين ونعالج بالعيانين. مكان الحدوث دي طفره طبعا جسميه، هو ما عندوش امشاش اصلا فدي جسميه. المنشئ مستحدثه، الانسان هو اللي عملها، مستحدثه، يبقى الاجابه هتبقى كده. كلاين فلتر امكانيه التوارث غير حقيقيه، الاهميه غير مرغوب فيها، مكان الحدوث ماشيجيه، المنشئ نشأت من تلقاء نفسها، تلقائيه لانها نشأت من تلقاء نفسها.
اتنين، شكل المقابل يمثل اللي يوضح النسبه بين كميه الدي ان وكميه البروتين مهم. ما الحرف الذي يعبر عن اكثر الكائنات الاربعه اللي بيعمل بروتين كتير؟ هو اللي معقد كتير اللي بيعمل بروتين كتير، بي، لانه بيعمل بروتين كتير معناه ان عنده كميه كبيره من الدي ان تمثل شفره، يبقى بي. فيما يلي بعض المراحل التي اتبعها مربو الاغنام لاكثار انقن، ما الترتيب الصحيح؟ اولا كانت طويله وطويله طلعت دي من تلقاء نفسها، يبقى صاد اول واحده. خدوا دي وراحوا مجوزوها لواحده طويله فخلفوا عيال قصيرين، يبقى س. خدوا القصيرين مع بعض خلفوا كله قصير، يبقى عين. ده الترتيب. اي المراحل اعتبرت فيها الطفره تلقائيه؟ صاد، لان طويل مع طويل خلفوا دي، فدي نشأت من تلقاء نفسها تلقائيه. 4، شكل التخطيط المقابل يعبر عن نسبة الدي ان الذي يمثل شفرة، والذي لا يمثل شفرة في الكائنين من حقيقة النواة. ادرسوا جيدا ثم اجب. ما الحرف اللي بيعبر عن السلمندر؟ الاغلبية مش شغال، اللي هو كائن س، لان الاغلبية لا يمثل شفرة، يبقى س، لان هو عنده كمية كبيرة جدا من الدي ان بس اغلبها مش شغال، عشان كده بيطلع بروتين اقل. قام باحث بفحص خلية من حقيقة النواة والتعرف على تركيب المحتوى الجيني لها، فظهرت له مجموعه من الجينات المتكرره ولا تمثل شفره، فقام برسم الشكل بين المقابل، فاذا كانت اكس تمثل عدد مرات تكرار هذه الجينات، فماذا تمثل واي؟ البروتين اللي بيعمله. الجين متكرر كتير يبقى يعمل بروتين كتير، يبقى البروتينات. كل ما الجين يتكرر كميه البروتين هتكتر. ادرس التغير الموضح بشكل ثم اجب. هنا جينات اتكررت، تكرار الجين على الصبغ صبغيه تركيبيه، شكل الصبغ اتغير، تركيب الصبغ اتغير، نوع الطفره المكبره صبغيه تركيبيه. ما الآلية التي تتم بها؟ زي ما انت شايف الحته دي هنا حصل تكرار هنا للجين، تكرار للجينات، تكرار الجينات على الصبغ. ما الأثر الناتج عنها؟ يزداد تأثير هذه الجينات. الجينات دي تأثيرها هيزيد لأنها اتكررت، فهيزيد تأثير الجينات، هيعمل بروتين أكتر. إذا الشكل ثم واضح. أثر حمض النيتروز على 1 و2. 1 اللي هي ألف دي هتضمر، وب يتضاعف فيها الصبيات، يبقى ألف هتضمر خلايا القمة النامية ليتجدد تحتها أنسجة بها عدد مضاعف من الصبيات، يبقى دي ممكن تبقى 4 نون، هتبقى عدد مضاعف من الصبيات. توجد الجينات في جميع خلايا الفرد ولكنها لا تعمل فيها جميعا. من المسؤول ده؟ البروتينات التنظيميه غير الهستونيه. التنظيميه هي اللي بتحدد الشفره تشتغل ولا ما تشتغلش. ما نوع الطفره؟ A B C D E F G. A C البي ده اتحذف، حذف جين من الصبغ، يبقى دي صبغيه تركيبيه، صبغيه تركيبيه. ايه التاثير؟ هينعدم تاثير الجين بي، هينعدم تاثيره، هو عايز التاثير. طب هو كده الأسئلة خلصت، أتمنى تكونوا استفدتوا من الحصة، دمتم أغلى طلاب، أشوف وشكم على خير في محاضرة جديدة بإذن ربنا، يلا باي باي، مع السلامة.